عارف اني وحشتك وعارف انك زعلان مني، ولكن واحدة واحدة تاتا تاتا. لان انا امبارح لسه الدك ممدوح نصر الله بيزعق لي، والله العظيم كان عندنا حفلة رزع الجمهور اللي بالمناسبة لو ما حضرتهاش فهو فاتك كتير جدا 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 جدا. حفلة كانت ممتازة جدا، نفذت كل التذاكر على مسرح الماركيه باي كايرو فيستيفال سيتي وايفنت هاوس وكل الناس الحلوة الجميلة. حضر عدد كبير جدا من جمهورنا المحترم، اخواتنا واصحابنا العاشقين والحالمين والمحبين لحلقات رزع الجمهور. فكان الدك ممدوح نصر الله موجود، قال لي بقول لك ايه؟ قلت له ايه يا دك وبتاع؟ قال لي هو انت ولا مش ناوي تلتزم بقى وتنزل كتير في القناه؟ مش ناوي تخلي عندك دم تخللها بعض الضرب وبعض الحاجات كده؟ ولكن الدك على عيني وعلى راسي. فروحت قعدت بعد الحفله بكل تفاصيلها، قلت اذا الليله هي حلقة برشلونة، احنا واقفين فين، بنعمل ايه وبتاع، وتنفيذا لتوجيهات الدك ممدوح نصر الله اللي بتوجه له بيه التحية على المستوى الشخصي والإنساني، واقول له بحبك يا دك جدا جدا جدا. طيب تيجي تقول لي حلو التيشيرت ده يا عم عمر، صح؟ اقول لك اه. هتقولي طب جايبها منين؟ اقول لك اللينك تحت في الديسكريبشن من بالوندور _BH، الاكونت بتاعهم على الانستجرام موجود. خش تقول له عايز تيشيرت اللي لبسها جميل المحيا، عايز تيشيرت تانية، عندهم حاجات كويسه جدا جدا. ومش اكتر حاجه لفتت نظري بصراحه الخامه كويسه جدا، متعوب فيها بصراحه. وبص برشلونه على قديمه. وهقول لك على حاجه، خمن لي في الكومنتات كده مين اللاعب اللي مكتوب ورا ورقمه كام، ونشوف كده مين ايه هيجيبها صح، ونلعب مع بعضينا لعبه رايقه جدا. ولكن جايين نتكلم على ما يحدث في نادي برشلونة، او ايه اللي بيحصل في نادي برشلونة في الوقت الحالي، ايه التفاصيل، الحكايات، الروايات. ولكن قبل اي شيء ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على جرس التنبيهات عشان توصل لك كل الحلقات اللي بتنزل اول باول على طول. وتتابعني على كل المنصات المختلفة للسوشيال ميديا، هتلاقيني دايما موجود معاك. واجهز لان افريقيا جاية والحلقات الافريقية ستعود. ازاي؟ هتعرف في خلال الايام اللي جاية. طيب ندخل في الموضوع على طول، ويمكن كاتب كده ايه شوية نوتس عريضة، وخلينا ابدأ لك بالسخن على طول. ويمكن السؤال ده انا اتسألته امبارح في حفلة رزع الجمهور. قال لك هل تشافي يجب ان يقال؟ طب ولو تمت اقالته دلوقتي مين اللي يكون موجود؟ خلينا اجاوبك بشكل واضح وصريح بدون اللف والدوران كتير جدا. هل تشافي يجب ان يقال حاليا؟ لا. هتقول لي طب ده انت الشخص اللي عمال تهاجم وتقول وشايف تشافي ده اسوأ مدرب جه لبرشلونه ومش عارف ايه وبتاع. مش لدرجه اسوأ مدرب جه في تاريخ برشلونه، لا. بس انا شايف ان تشافي صغير على برشلونه، او برشلونه اكبر من تشافي. هل الوضع الحالي، وهنا بنتكلم بعقلانيه ومنطقيه شويه، هل الوضع الحالي يستحمل ان برشلونه اداريا واقتصاديا وفنيا وكل شيء تقيل تشافي دلوقتي؟ قطعا على الاطلاق لا. ولكن انا هكمل بيه الموسم للاخر. يعني ايه الموسم للاخر؟ يعني هشوف هعمل ايه في دوري الابطال في شهر 2، هعدي نابولي وهكمل لدور الثمانية ولا لا، حتى وان كان المنافسة في الدوري صعبة، حتى وان كان المنافسة في الدوري بالنسبة لي شبه انتهت نسبيا، ولكن لسه موجودة في الملعب، بس بالنسبة لي مش متفائل. ولكن المنافسة لسه في الدوري موجودة، دوري الأبطال، وعندك السوبر اللي هيتلعب آخر الأسبوع ده على ما أتذكر في السعودية. وعندك رقم 4 وهو كاس ملك أسبانيا، الكوبا ديل ري. خلي بالك من الكوبا ايه ديل ري دي، لأن ده تعليم محترم جدا، تعليم أسباني مصروف عليه. ولكن أنا عندي كل التفاصيل دي كلها، فما ينفعش إن أنا أقيله دلوقتي. هل انا راضي تمام الرضا عن مستوى الفرقه؟ هل انا راضي على كواليتي اللعيبه؟ بالمناسبه كواليتي اللعيبه اللي معاك كواليتي عالي جدا، بس النتائج اللي خارجه منهم والمردود اللي خارج منهم جوه ارض الملعب سيء جدا 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 جدا. وده اللي انا مش مستنيه ولا كنت منتظره ولا كنت عايزه، ولكن ما باليد حيله. احنا دلوقتي في مرحله صعبه جدا. طيب ماذا نحن بفاعلين؟ ما عندناش حاجه نعملها غير الدعاء، وغير ان ربنا يكرمنا وينفخ في صورة تشافي ان نعرف نعدي المحنة اللي احنا فيها. لكن هل يجب ان تتم اقالة تشافي في الوقت الحالي؟ لو قلت لك انا ما بفهمش حاجة خالص. لانه اولا طيب انا جيت دلوقتي اقلت تشافي، هجيب مين؟ مفيش حد متاح.
مفيش حد موجود على الساحة. وزي ما تم الطرح وتم السؤال، ويمكن ده هتشوفوه في حلقة كمان رزع الجمهور اللي ان شاء الله تنزل لكم، انه طب هو مين مدرب كبير موجود على الساحة يقدر يقبل وضع برشلونة الاقتصادي حاليا، الوضع المنيل ب60 نيلة ده حاليا؟ مش هتلاقي. هل هتلاقي حد؟ لا، لانه كله هيبقى عنده تخوف، وكله ممكن يبقى عنده تخوف من انه يتحرق او يروح مجهوده في الارض او ما يعرفش يعمل حاجة، وبالتالي يؤثر على مستقبله التدريبي، وبالتالي ما قدمناش غير تشافي في الوقت الحالي. طيب الفريق خد اجازة الكريسماس وراس السنة والتفاصيل، الدوري الاسباني اللي ريح والدنيا جميلة، وقلت انه اتمنى انه مع التوقف او مع الاجازة الفرقة ترجع بشكل تاني ومختلف ومغاير. وكانت العودة قدام لاس بالماس. طيب لاس بالماس الدنيا المفروض سهلة والبتاع، انت عقدت الدنيا عليك خالص، والفرقة شكلها وحش جدا جدا جدا، وعندك المشاكل الدفاعية لا تنتهي والمشاكل الهجومية لا تنتهي. انت كسبان بالعافية بضربة جزاء، وحتى الجون اللي انت جبته عن طريق فيران توريس جاي بشق الانفس وجاي بالعافية. طيب ماذا لو الجون ده ما جاش، وماذا لو ما قدرتش ان انت تسجل ضربة الجزاء عن طريق جوندوجان؟ وده بيطرح تساؤل، هو ليه شكل الفرقة بالاسلوب ده؟ ليه بتحس انه المدير الفني مش قادر يوجد الحلول، مش عارف يلاقي الثغرة اللي ينشط بيها الفرقة، مش عارف يروح بالفرقة لمناطق مختلفة واسلوب مختلف، مش عارف. انا بشوف تشافي مش قادر يعدي المرحلة دي، مش عارف يتطور في الجزئية دي خالص خالص. بيواجهه شبح، وهو شبح الاصابات، اتفهمها وشبح الاصابات ده مميت لاي مدير فني. انت عارف، شايف إيريك تنهاج مع مانشستر يونايتد، الاصابات لما ضربت الفرقة، بغض النظر انه قبليها الوضع برضو ما كانش فارق كتير، بس اي اصابات بتضرب اي مدير فني بتؤثر عليه بشكل سلبي جدا. ريال مدريد مع كارلو انشيلوتي عندهم اصابات كتيره جدا، ولكن حاله استثنائيه لكارلو انشيلوتي، مدرب ليه خبره وقوي جدا وتاريخه في اوروبا يشفع له ويسمح له، عارف يتعامل مع الامر وعارف يتعدى الكبوه دي ومشي الدنيا، وبالعكس الفريق شكله كويس. فده حاله استثنائيه، لكن انا متفهم ان حجم الاصابات ممكن تاثر على تشافي. بس حتى لما كانت الفرقه موجوده والاصابات موجوده، هل شكل الفرقه اتغير؟ هل حسيت ان انت بتلعب البعبع يعني؟ لا، الفرقه وحشه برضو، فنيا وحشه، في ارض الملعب وحشه. ويمكن اتسالت سؤال من احد حبايبنا اللي كانوا حاضرين الحفله امبارح، وقال لي انت متحامل جدا على تشافي وهو هيعمل ايه؟ احنا من اكتر الفرق في اوروبا اللي بتصنع فرص، والفرص ما بتجيش واللعيبه بتضيع، وهو هيعمل ايه وبتاع. رديت رد بسيط جدا وهعيده تاني للي ما شافوش، انه يا حبيبي يا جميل يا حلو، لانه قاعد يقول لي انت تشافي، وده تشافي ده اسطوره، واحنا وجمهور برشلونه وبتاع. ايه المشكله؟ ان في قطاع عريض جدا من جمهور برشلونه عنده مشكله معايا مش قادر يميزها، ان انا بفرق ما بين تشافي كلاعب اسطوري جه في تاريخ برشلونه، وان انا بفرق ما بين تشافي كمدرب. ده شخص بالنسبه لي وده شخص. شخصيه تشافي كلاعب واسطوره، لو جيت قلت لي حط لي افضل 10 لعيبه في خط النص جم عبر التاريخ، تشافي وانيستا حاجزين مركزهم. خلصت. ده من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه. ممكن واحد تاني يقول لك لا، هنيجي ونتكلم، ممكن نبقى نعمل حلقه عن ده، لكن انا بتكلم، لو هتكلم عن افضل 10 خط نص جم في التاريخ، تشافي وانيستا كده كده مكانهم محجوز. فدي مفيش فيها كلام، مفيش فيها نقاش. كلاعب وككابتن وكقائد فرقه، دي مفيش فيها اي كلام، ما اقدرش اتكلم فيها. طيب كمدرب، هل انت راضي عنه كمدرب؟ هل انت شايفه ان هو كمدرب يستحق انه يتولى الاداره الفنيه والقياده الفنيه لنادي برشلونه؟ لا، ده من وجهه نظري. لان كنت حابب انه، ولك في المثال بتاع تشافي الونسو عبره، الراجل لما طلع وابتدى يدرب، خد فرقه في المانيا ومش عارف ايه والدنيا ماشيه. بص دلوقتي على تشافي الونسو، الفرقه الوحيده باير ليفركوزن هي الفرقه الوحيده اللي ما خسرتش في اوروبا كلها. فده الطبيعي ان ما جيش ابدا على طول ايه ببايرن ميونخ، بريال مدريد، بمش عارف ايه، ببرشلونه. لا، واحده واحده، تاتا تاتا. كان ياخد فالنسيا، كان ياخد قادش، كان ياخد مش عارف ايه، يبدا ببلد اي حاجه، واحده واحده.
طب ابدا في دوري حتى في ايطاليا بحاجه بسيطه، ابدا في انجلترا بحاجه تبقى الدنيا ماشيه بسيطه. ما تجيش تخرج من برشلونه، يعني تمشي من برشلونه تروح تلعب في قطر، تدرب السد، ترجع تاني على برشلونه. عارف ان دي مدرسه برشلونه، وهي مدرسه الريسك والمفاجاه. انه فيها ايه لما اطلع جوارديولا، فيها ايه لما اطلع لويس انريكي جديد، فيها ايه لما اطلع تشافي، فيها ايه لما فرانك رايكارد. ما فيهاش حاجه، بس مش كل مره هتمشي معاك. لكن هل انا متحامل على تشافي؟ لا، انا ما بشوفش نفسي متحامل على تشافي. انا بشوف نفسي انه انا مش شايف ان تشافي هو المدير الفني الكفء لنادي برشلونه، لكن ده يغني ويلغي ويمحو ويمسح كل تاريخ تشافي مع برشلونه؟ لا طبعا، اسطوره من اساطير النادي وتاريخ لاعب كبير جدا في النادي، لكن كمدرب شايفه ضعيف جدا، وده الفرق والشيء المهم. فبالعودة للإصابات مرة تانية، انت تعرضت دلوقتي لإصابة لكانسيلو، واللي بالمناسبة فيها مشكلة كبيرة جدا، ان انت دايما البيان اللي بيطلع للاعيبة برشلونة لأي حد يتم إصابته، وهو انه عودته من الإصابة تتوقف على مدى تعافيه. هو ده اللي احنا دايما بقينا متعودين عليه. ما بقاش بيبقى عندك وقت زمني او دايره زمنيه او تايم لاين معين. انا عارف ان مثلا بدري اتصاب النهارده، راجع بعد اسبوعين بالظبط. اراخو اتصاب النهارده، راجع بعد 3. كانسيلو اتصاب النهارده، راجع بعد شهر. ما عندناش ده. احنا عندنا اللاعب اللي بيتصاب متوقف على مدى تعافيه من الاصابه، ودي مشكله كبيره جدا في الاداره الطبيه اللي انا بالنسبه لي عليها علامه استفهام. مش بحملها طبعا اصابات لعيبه، في اصابات لعيبه هم لا يتحملوها. اصابه كانسيلو دي هم ما لهمش ذنب فيها. بدري بالنسبه لي اتصاب في التدريبات. طب ايه الوضع؟ هل بدري تم استهلاكه؟ هل بدري بقى اصبح مستنفذ؟ هل بدري كده انتهى؟ وده برضو سؤال مهم، جاوبني تحت في الكومنتات، لانه انا بحس انه تشافي ابتدى يتحط في ازمه، انه المواهب اللي عندي ابتدت تقع. فاتي لما طلع انتهى، بدري في طريقه دلوقتي كمان الى الانتهاء. عشان كده هو بيحسس على لامين يامال، لاعب عنده 16 سنه والكلام ده كله، لا واحده واحده بقى وتاتا تاتا عشان ما يبصش مني. لانه لو تم التعامل معاه زي ما بيتم التعامل او تم التعامل مع انسو فاتي وبدري، لامين يامال ده كده برضه هو كمان انتهى. فهي مشكله ومعضله كبيره جدا موضوع الاصابات، وفعلا ازمه كبيره جدا. ولكن يجب على المدير الفني الشاطر انه يجد الحلول. يجب على المدير الفني الشاطر، ودي متميز فيها تشافي للامانه، انه بيعرف يطلع لعيبه شباب من تحت. لكن انا عارف انه الموضوع مش هينفع يتحول شباب بس، لازم يكون شباب مع خبره مع صفقات مع كذا وكذا وكذا. وده اللي ياخدني للملف الثاني، هو ملف الصفقات. هل في صفقات جايه؟ هل هنعرف نجيب حد ولا لا؟ كل جمهور برشلونه كان يتمنى ان يكون في صفقه ارتكاز في خط النص، ولكن الوضع الاقتصادي لن ينبئ باي خير. وده اللي قاله ديكو، انه طلع وصرح وقال لك احنا ما نعرفش وضعنا الاقتصادي هيسمح لنا بان احنا نضم اصلا اي صفقه ولا لا. ولكن اعتقد ان ضم برشلونه اي لاعب في الصفقات الشتويه هيكون لاعب عن طريق الاعاره، لان انا معيش فلوس اصلا اشتري، معيش فلوس اصلا اخلص في اي صفقه. يا رب يبقى معايا فلوس لو كانسيلو تمام وانا شايفه انه تمام اقدر اخلص بيه في الصيف. وهي دي المشكله الكبرى، وهي مشكله الصفقات اللي انت بتعاني منها بشكل كبير جدا. ظهور فيتور روكي الاول. ظهور فيتور روكي الاول، خلي بالك ان فيتور روكي جاي ومحمل بالضغوط، محمل بالضغوط من الاعلام، ومحمل بالضغوط من المدير الفني، ومحمل بالضغوط من الجمهور. وده دور المدير الفني، انه يخفف من عليه الدنيا شويه. من الاعلام، ان الاعلام عايز يبقى فيه منقذ لنادي برشلونه على مستوى الهجوم، خاصه من بعد البطاريه اللي فضيت بتاعه روبرت ليفاندوفسكي. روبرت ليفاندوفسكي مش شغال، فهنجيب مين؟ فيتور روكي المنقذ. هل ده طبيعي ومنطقي؟ بالنسبه لي لا، لانه انا لسه مش ضامن فيتور روكي هيشتغل ولا مش هيشتغل. ظهور اول بالنسبه لي مقبول طبعا، عادي هيضيع فرص، عادي هيجيب. هل الدنيا هتشتغل؟ يا رب تشتغل، ويا رب الدنيا تمشي، لان احنا كده في مأزق كبير جدا جدا جدا. تقول لي ليه؟ اقول لك لانه اصبح ترتيبك دلوقتي في المركز الثالث برصيد 41 نقطه، واصبح في المركز الرابع اتلتيك بلباو برصيد 38، المركز الخامس اتلتيكو مدريد برصيد 38. فانت الفرق ما بينك وما بين الرابع والخامس وانت مركز ثالث بقى 3 نقاط بس. يعني لو تعثرت الماتش اللي جاي لا قدر الله، بلباو كسب، اتلتيكو مدريد كسب، كل سنه وانت طيب انت بقيت مركز خامس.
فاصبح في المعادله انه دخل منافس جديد معاك على الحسبه وهو اتلتيك بلباو. تبعد انت عن الصداره وعن ريال مدريد وجيرونا المتساويين في عدد النقاط ب 48 ب7 نقاط. لسه المنافسه موجوده، بس متوقف الموضوع على ايه؟ ان هم يخسروا ماتشين 3 وانت في نفس التوقيت تكسب. هل الموضوع سهل؟ لا. الموضوع سهل؟ لا. انت بتشوف جيرونا بتكسب اتلتيكو مدريد في اخر الدقايق 4-3. فالموضوع مش سهل خالص، والموضوع مش زي ما انت فاكر، ولكن شكل الفريق مقلق بصورة كبيرة جدا. كنت دايما اتكلمت قبل الاجازة وقبل التفاصيل في حلقات رزع الجمهور، وهنا قلت بالوضع الحالي احنا خارجين بموسم صفري. بتيجي ماتش لاس بالماس، اراخو نايم، الفرقه مش قادره، الدنيا بايظه، مفيش حلول، تشافي واقف على الخط فقير جدا لايجاد الحلول. الموضوع مش عايز اوصفه لك انه بائس بالصوره الشديده دي كلها، ممكن تحصل استفاقه، واتمنى ان يكون في استفاقه، بس هنشوف الدنيا هتوصل على ايه. ولكن دي كانت بعض النقاط اللي انا كنت حابب ان انا اتكلم فيها واوضحها في مسألة هل يجب ان يتم اقالة تشافي ولا لا. ولكن مع نهاية الموسم لما اشوف هعمل ايه في دوري الابطال والدوري والكاس والسوبر، وبالمناسبة انت عندك بطولة سوبر في السعودية هي في المتناول، في الغالب انت هتلاعب ريال سوسيداد، كسبت اعتقد ممكن هتقابل ريال مدريد في الفاينل، فالدنيا بطولة في المتناول تنعش الدنيا شوية. اتمنى ان يقدر تشافي ان هو يحققها، واتمنى ان يكون في مساندة للفرقة في السعودية، واتمنى ان الفرقة تستطيع الفوز بالبطولة دي علشان تدي دفعة معنوية لدخلة دوري الابطال، وتدي دفعة معنوية على المستوى المحلي. ولكن هنشوف الوضع هيمشي لفين، ويا رب يا رب يعدي الموسم ده على خير، ويطلع كل توقعاتي غلط في مسألة الموسم الصفري والكلام ده كله، وان يكون تشافي على قدر الحدث والمسؤولية، لان في نهاية الموسم نعمل بقى كشف الحساب ونشوف الدنيا راحة بينا لفين. اذا عزيزي المشاهد الكريم، طالما وصلت الجزئية دي ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتدوس على التنبيهات عشان توصل لك كل الحلقات اللي بتنزل اول باول على طول، وتتابعني على كل البلاتفورمز المختلفة للسوشيال ميديا، هتلاقيني موجود معاك. وركز في الايام اللي جاية علشان الركن الافريقي سيشتعل بمشاركة منتخب مصر في بطولة افريقيا القادمة في كوت ديفوار. اذا هي تحياتي عمر خالد، دمتم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.